السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت من أهم الفيديوهات في القناة لأنه مراجعة شاملة على الوحدة الأولى وأول درس في الوحدة التانية. يعني اللي هيفهم الفيديو ده كويس هيدخل الامتحان وهو مطمن جدا. هنراجع مع بعض أهم الأسئلة اللي ممكن تيجي، وهنفتكر القوانين والأفكار اللي لازم تكون ثابتة في دماغنا، وكمان هنشوف ازاي نحل بسرعة ومن غير ما نغلط. فخلي تركيزك معايا لآخر دقيقة علشان المراجعة دي هتفرق فعلا في درجاتك. ويلا بينا نبدأ على طول. تعالوا نشوف أول سؤال عندك بيقولك ايه: أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي ويقع بين الاتنين والتلاتة؟ اول حاجه تعالى نمسك الاختيار الاول ده عدد نسبي ولا عدد غير نسبي؟ اصلا احنا قايلين في فيديو الشرح ان الخمسة اللي فيها شرطة دي معناها ان هي ايه؟ خمسة 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 كتير، يعني هي 2.5555. روح حط الرقم ده على الآلة هيطلع لك 23 على 9، يعني اساسا ده عدد نسبي، يبقى ايه ده؟ مش معانا. طب تعالى نمسك ب، روح اكتب لي على الآلة كده جذر 10. هتقول لي ايوه طلع فعلا رقم 10، يعني هو ايه؟ غير نسبي. هو فعلا غير نسبي، بس هيطلع لك 3 و1، يعني هو اكبر من التلاتة، يعني مش لا يقع ما بين الاتنين والتلاتة، فهو كمان مش نفع. طب حط لي جذر 6 و25% كده على الآلة، هتطلع لك كام؟ هتطلع لك 5 على الاتنين، يعني هي كمان مش نفعت عشان ايه؟ عدد نسبي. طب حط لي بقى جذر الجذر التكعيبي لل9، هيطلع لك 2 وشوية، يعني فعلا يقع ما بين الاتنين والتلاتة وفعلا غير نسبي، يبقى الإجابة عندك هتطلع رقم د. السؤال التاني بيقولك إذا كانت عندنا الإيه لا تنتمي للفترة من -1 مفتوحة للتلاتة مغلقة، فإن الإيه يمكن أن تساوي إيه؟ طب تعالى الفترة ديت معناها إيه؟ إن أنا عندي فترة اهوت -1 لو هنا، فهو -1 ايه؟ مفتوح، نحط عنده دايرة مفتوحة. وبعد كده عندي هنا ايه؟ 0 وعندي 1 وعندي 2 وعندي 3، والتلاتة ايه؟ مغلقة، ونوصلهم ببعض. يعني انا الفترة بتاعتي فيها 0 وفيها 1 وفيها 2 وفيها 3، ولكن ايه؟ -1 مش معايا، -1 مفتوح لانه ايه؟ مش معايا. فانا عايز اعرف الايه يمكن ان تساوي ايا من دول. هتطلع بتساوي الاتنين؟ لا طبعا. بتساوي التلاتة؟ لا طبعا، ده التلاتة معانا، يبقى الاجابة دي مش نافعة. تطلع بتساوي الايه؟ تطلع بتساوي الاتنين؟ لا طبعا، ده هو قايل لي في السؤال ان ايه؟ لا تنتمي ايه؟ للفترة اللي هي فيها التلاتة وفيها الاتنين، يبقى الاتنين لا. طب بتساوي الصفر؟ لا برضو نفس النظام، ده الصفر معانا. طب تساوي -1؟ ايوه -1 مفتوح، يعني فعلا الايه تطلع بتساوي -1. بيقولك اوجد المعكوس الضربي للعدد جذر 3 ناقص 2. اول ما الاقي عايز المعكوس الضربي لجذر 3 ناقص ال2، يبقى بشقلب. ده ايه مقامه؟ مقامه 1. طب لما شقلب يبقى 1 على جذر 3 ناقص ال2. طب وانا قايله لك في فيديو الشرح احنا ينفع يكون عندي مقام في الجذر كده واسيبه؟ لا، ده احنا بنضرب في المرافق. يبقى عندي 1 جذر على جذر 3 ناقص ال2، المرافق ده اللي هو ايه؟ ان انا بغير اشارة المقام، يعني تبقى جذر 3 زائد ال2 على جذر 3 زائد ال2، فتطلع بتساوي البسط عندها هيطلع بيساوي جذر 3 زائد ال2 على جذر على هنا هتبقى جذر 3 في جذر 3 اللي هو ب3، وناقص ال2 في ال2 ب4. فالإجابة طلعت لك ايه؟ جذر 3 زائد ال2 على ال3 ناقص ال4 دي اللي هو -1. يعني طلعت لك في الآخر جذر 3 زائد ال2 على -1، اللي هو بيساوي ايه؟ لما اقول جذر 3 على -1 بسالب جذر 3، و2 على -1 بسالب ال2. فالإجابة طلعت لك سالب جذر 3 ناقص ال2. طب تعالى ندخل في سؤال رقم 4. بيقولك إذا كانت x زائد جذر 28 بتساوي جذر 7، عايز قيمة x. طب ما دي سهلة قوي، أنا عايز قيمة ايه؟ x. أقلب دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يعني هتبقى الx بتساوي جذر 7 ناقص جذر 28. طب 28 دي كام في كام؟ 4 في 7. طيب يبقى عندي الx بتساوي جذر 7 ناقص جذر 4 في 7، يعني الإكس بتساوي إيه؟ جذر 7 زي ما هي ناقص عندي جذر 4 بكام؟ ب2، يبقى يطلع 2. عندي حاجة لجذر 7؟ لا، يبقى سيبها زي ما هي.
يبقى عندي الاكس بتساوي، هنا في قيمة هنا بتبقى 1 بس احنا مبنكتبهاش، يبقى عندي 1 ناقص الاتنين بسالب 1 وجذر 7 هتطلع سالب 1 جذر 7، والواحد ما بيتكتبش يعني تطلع سالب جذر 7. سؤال رقم 5 بيقولك إذا كانت جذر 6 الكل أس إكس في جذر 6 بتساوي 1 فعايز قيمة الإكس. طبعا أنا عارفاك أنت هتعمل إيه، مجهز الآلة وهتروح تقوم معوض بالإكس مرة ب0 ومرة ب1 ومرة بسالب 1 ومرة بسالب 2 وتشوف إمتى هتطلع بتساوي 1. مش هقدر أقول لك حاجة إجابتك صح لأنها اختر، ولكن لو جريت لك مقالي فركز معايا. حط عندك كده جذر 6 أس إيه سالب 1 في جذر 6. دايما عندك جذر 6 أس سالب 1 ده معناها 1 على جذر 6، فلما اضربها في جذر 6 جذر 6 تروح مع جذر 6 فتطلع بتساوي 1، فالإجابة بتاعتك طلعت سالب 1. ركز بقى معايا من سؤال 6 ده ما تتخطش من السؤال. سؤال سهل عادي جدا، بيقولك إذا كانت إكس تربيع زائد إيه إكس زائد 15 بتساوي فتح قوسين اول قوس اكس زائد 3 واكس زائد البي. طبيعي جدا ان احنا لما بيبقى عندنا تحليل زي دوت بنعمل ايه، بنقوم فاتحين القوسين بتوعنا هنا اكس وهنا اكس، وبعد كده بنعمل ايه، بنروح لاخر حاجه ده ونشوف هي كام في كام يديني ال15. هو بيقول لك هنا دي ال3 ودي بي، يعني 3 في ايه اللي هتديني هنا ال15، 3 في 5، 3 في 5 تديني 15. يبقى كده احنا عرفنا ان قيمه البي عندي ب5، هنا 3 وهنا ال5، هنا زائد وهنا زائد. طب انا مش لسه قايله لك ان انا الرقم اللي في الاخر ده انا بروح اجيب قيمتين مضروبهم 15 وايه مجموعهم يساوي الايه، يعني مجموع ال3 زائد ال5 بكام، ب8. هي دي قيمة الايه، يعني الايه طلعت لي ب8. طب هو عايز ايه في السؤال اصلا، عايز قيمة A في B. طب ما خلاص احنا خلصناه، يعني عايز 8 في ال5 بتساوي كام، 40. مش عارف، حط يا باشا على الآلة تبقى د. ندخل بقى في الأسئلة المقالي. السؤال 2 بيقولك حلل أول حاجة إكس تربيع ناقص 7 إكس زائد ال12. طيب هنعمل إيه أول حاجة، نفتح قوسين هنا إكس وهنا إكس، عايزين حاجتين رقمين مضروبين في بعض ومجموعهم يطلع لي ال7 اللي هم إيه، ال3 في ال4 ومجموعهم 7. هتقولي طب ما ال12 ممكن تبقى 2 في 6 بس، لكن 2 في 6 دي لما نجمعها هتطلع لي ال7؟ لا، عشان كده احنا اخترنا ال3 في 7، ال3 في 4، يبقى حطينا هنا ال3 وحطينا هنا ال4. طب الإشارة اللي هنا دي لما تبقى موجب تبقى احنا بناخد إشارة اللي في النص، هنا ناقص وهنا ناقص. سؤال رقم 2 برضو في حلل، بيقولك سالب 7K ناقص 49M. ركز معايا، هنا سالب 7 وهنا سالب 49. طب مش في عامل مشترك اقدر اخده؟ هتقولي فعلا السالب 7، برافو عليك. افتح قوس، لما اقول سالب 7 على سالب 7 هيتبقى لي الكي. طب لما اقول سالب 49 على سالب 7 هيتبقى لي ايه، موجب 7M. ويبقى كده ايه، اجابة السؤال خلصت. تعال نشوف السؤال رقم 3 من الأسئلة المهمة جدا. بيقولك إذا كانت الإكس بتساوي 1 على جذر 3 زائد 2 والواي بتساوي جذر 3 زائد 2، فأوجد في أبسط صورة قيمة إكس زائد واي لكل تربيع. طيب قبل ما أعوض في القيمة ديت، أنا الإكس عندي مظبوطة، ده المقام فيه جذر، ده انا لسه قايلالك الجذر لما يكون في المقام ايه، بنقوم ضاربين في المرافق على طول. فاحنا يبقى عندنا 1 على جذر 3 زائد 2، تعالى نضرب في المرافق المرة دي، المقام زائد فانا اعمل ايه، جذر 3 ناقص 2 على جذر 3 ناقص 2. تطلع الإجابة عندك بتساوي في البسط جذر 3 ناقص 2 في المقام جذر 3 في جذر 3 ب3، و2 في سالب 2 بسالب 4. يعني ده لما ينشال تحطه على الآلة 3 ناقص 4، يعني مش مستاهلة آلة حتى، سالب 1. فتبقى جذر 3 ناقص 2 على سالب 1 تطلع بتساوي سالب جذر 3 زائد 2. دي كده ايه قيمة الإكس. والواي هو مديهالي كمان بتساوي جذر 3 زائد 2. وبكده خلاص اصلا السؤال عندك خلص. يلا نروح نعوض. اول حاجة هو عايز الاكس اللي انا لسه جايبها سالب جذر 3 زائد 2، عايزها زائد الواي اللي هي ايه، جذر 3 زائد 2. عايز ده كله
تربيع. طب انا اصلا عندي هنا سالب جذر 3 زائد جذر 3 هيروحوا مع بعض، يبقى انا فاضل لي ايه؟ 2 زائد الاتنين ب4، الكل تربيع يعني بقت 4 تربيع يعني بتساوي 16. وبكده نكون خلصنا اول جزء من سلسلة مراجعة شهر اكتوبر. لسه مكملين ولسه في مراجعات تانية قوية جدا هتنزل قريب ان شاء الله علشان نراجع مع بعض كل الدروس خطوة بخطوة. فاستنوني في الجزء اللي جاي من السلسلة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، ومع السلامة.